السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كحك العيد وصل، كل سنة وانتم طيبين. هنعمله مع بعض النهاردة بنفس المقادير اللي عملنا بيها الكحك قبل كده، ما بنغيرش المقادير بتاعتنا لانها مظبوطة جدا، مش هتلاقوا احسن من كده. الكحك الناعم اللي بيدوب في البق ده هنعمله على السخن مش على البارد، ودايما انا بعمله بالطريقة دي لان البارد بحس ان هو مش كحك خالص، يعني ممكن يكون بديفور او معمول، ولكن بعيدا خالص عن الكحك الصح لازم يتعمل على السخن، ونقدح السمنه كمان علشان يطلع الكحكايه معانا مظبوطه، وكمان ريحتها بتبقى ماليه الدنيا كلها غير الكحك اللي على البارد خالص. ونبدا في عمايل الكحك ونجهز المكونات بتاعتنا. معايا هنا اول حاجه كيلو من الدقيق، وريته لكم كده على الميزان، وهجهز بعد كده السمنه. ومعايا هنا سمنه بلدي انا اللي مسيحاها في البيت، حلوه جدا ما شاء الله. الكحك لو عايزينه يطلع مظبوط معاكم وطعمه حلو وتقدروا تستمتعوا وانتوا بتاكلوه، اهم حاجه تختاروا السمنه الصح علشان تطلع معاكم كحك مظبوط. معايا هنا السمنه اللي بضيفها في الاول دي سمنه جاموس بيضه، والسمنه الصفرة دي برضو انا مسيحاها في البيت، بتبقى بقري. هعمل ميكس ما بين الاتنين. الاجمالي كله من السمنه 600 جرام من السمنه على الكيلو الدقيق، هيطلع معانا الكحك ناعم جدا كده. ضمننا ان الكحك بتاعنا مظبوط وهيطلع حلو جدا من السمنه بتاعتنا. سمنه بلدي يعني كحك حلو وناعم كده، وريحته وطعمه حلو جدا. ونبدا نجهز المواد الجافه. معايا هنا كيلو من الدقيق اللي وزناه مع بعض في الاول، ضفنا عليه ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه بسيطه من الملح. واهم حاجه البيكنج باودر ما يزيدش عن كده لو عايزين الكحك بتاعكم ناعم، لانه بيخشن العجينه شويه، بيخلي الكحكايه خشنه. وهنا كنت بوريكم المحلب وريحه الكحك، وهنا ريحه الموز والفانيليا. هستغنى عن المحلب وريحه الكحك واشتغل معاكم كده بالروايح اللي معانا دي، اللي هي الموز والفانيليا، بيخلوا الكحكايه حلوه جدا. وكمان انا مش محتاجه ان انا اضيف ريحه كحك ولا اي حاجه، لاني مستخدمه سمنه بلدي ومش محتاجه روايح تانية. وبعد كده ضفت معلقتين كبار من السمسم المتحمص على الدقيق بالشكل ده، وضفت عليهم على طول السمنه وهي سخنه كده. بعد ما قدحت معايا نزلت بالسمنه على السمسم علشان ريحه السمسم تطلع كده وتبقى حلوه. والسمنه وهي سخنه كده ضفت عليها معلقه صغيره من ريحه الموز، ومعلقه صغيره من الفانيليا، وبس كده، مش هضيف اي اضافات تانية. اول ما بضيف الروايح دي على السمنه وهي سخنه بلاقي ريحتهم طلعت كده، وما شاء الله بتبقى ريحتهم جميله جدا وبتظهر معايا. وبعد كده هكمل بقى بقيه السمنه اللي معايا بعد ما قدحت بالشكل ده، وهقلب بمعلقه علشان طبعا الدقيق بيكون سخن جدا من السمنه. هسيبه يبرد شويه واجهز الملبن. معايا هنا ملبن وضفت عليه معلقه كبيره من السمنه البلدي، وهنا معايا عين جمل متكسر كده. طبعا لو انتوا حابين تضيفوا اي مكسرات يعني تقدروا تضيفوا اي نوع مكسرات انتوا حابينه. وكده خلاص خلصت الملبن بتاعنا، وضفت عليه كمان معلقه صغيره كده من ريح الموز، بيخلي ريحته حلوه جدا ما شاء الله. وكورته بالشكل ده على نشا، في طبق كده على نشا، وسبته على جنب، وهبدا اجهز الخميره. كل ده وانا سايبه العجينه لحد ما تبرد خالص عشان اقدر ان انا بسها بايدي. هنا ضفت 3 معالق كبار من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره، وضفت نص كوبايه من الحليب الدافي، وهبدا اقلب كده واسيب الخليط على جنب لحد ما الخميره تتفاعل وتعمل فوم. وهنا الدقيق بعد ما برد خالص نبدا بقى ان احنا نبس بايدينا بالشكل ده، ودي اهم مرحله في الكحك، لازم نبسه كويس جدا عشان يطلع معانا كويس كده وناعم. وهنا بعد ما خلصت شايفين ما شاء الله العجينه في ايدي شكلها ايه، بتتشكل كده وطريه خالص كده من السمنه، كده مظبوطه جدا. هنبدا بقى ان احنا نضيف عليها الحليب بالسكر والخميره، ونقلب بايدينا كده بالشكل ده. مش هنعجن خالص، العجينه بتاع الكحك ما تتعجنش، هتتلف بالايد بس كده، نلاقيها اتشربت الحليب بسرعه. وما نزودش الحليب كتير برضو علشان ما ينشفش العجينه كده مظبوطه جدا. شايفين ما شاء الله بتتشكل معانا بكل سهوله، ولا بتشقق ولا اي حاجه. كده السمنه بتاعتها مظبوطه والسوائل بتاعتها مظبوطه جدا. وعجينه الكحك لازم نشتغل فيها على طول، ما نسيبهاش ان هي تريح او تخمر شويه وبعد كده نرجع ان احنا نشكلها. الصح ان احنا نشتغل فيها على طول، اول ما بنخلصها بنبدا ان احنا نشتغل فيها على طول ونشكلها بقى بالبصامه او بالمنقاش اللي موجود في كل بيت ده. النقشه بتاعته حلوه جدا ما شاء الله. ونبدا نشتغل بقى وناخد قطعه من العجين بالشكل ده ونحشيها بالملبن، نكورها كده ونبصمها بالبصامه. شايفين ما شاء الله الكحكايه مظبوطه جدا، ولا شققت ولا اي حاجه معانا.
العجينه مظبوطه جدا، وكمان النقشه باينه كده في العجينه. هخلص الكميه اللي قدامي دي كلها بنفس الطريقه، ان انا اخد قطعه من العجين واحشيها بالملبن، هكورها كده وابصمها وهي على ايدي او على الصينيه زي ما انتم شايفين. وكمان تقدروا تحشوه بعجوه او تسيبوه ساده كده، بيكون حلو جدا وهو عليه السكر كده وما بيكونش فيه ملبن. السكر بتاعه بيكون هادي جدا ما شاء الله. والصاج اللي بشكله وبيكون جاهز معايا بدخله على الفرن على طول. كمان مش بسيب العجينه ترتاح ولا تخمر ولا اي حاجه، تخلص تشكيل على طول ادخلها على الفرن علشان النقشه بتاعتها تبقى مظبوطه. وبتدينا نتيجه حلوه جدا ما شاء الله. خلصت الصاجين دول هدخلهم على الفرن ونخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. نشكل الكحك كده ونبصمه بالبصامه وادخل على الفرن على طول. وكده بعد ما طلع من الفرن معانا شايفين ما شاء الله اخد لون حلو جدا، وكمان النقشه بتاعته مظبوطه وباينه جدا كده. لو الكحك بتاعنا اتساب بعد ما اتشكل، اتساب في السجان كده وخمر، هتيجوا تدخلوه على الفرن مش هيكون فيه النقشه دي خالص. شايفين ما شاء الله الكحك بتاعنا ناعم جدا كده وبيبصم في الايد كده، بيطلع سمنه في الايد كده كتير ما شاء الله. سمنته حلوه جدا وباينه جدا فيه، وريحته حلوه جدا ما شاء الله. والتسويه مظبوطه جدا ما شاء الله. اهم حاجه وهو بيستوي في الفرن ما نعليش النار علشان يستوي من جوه، وقلب الكحكايه من جوه تبقى مستويه كده وما تكونش طريه. وكده بعد ما خلصت الكميه كلها ما شاء الله شايفين بقى الجمال. تقدروا بقى ترشوا عليه رشه من السكر كده. وهنا عملت شويه دول الوحدات دولت بس بالمنقاش كده، حبيت ان انا اجرب فيهم. ونبدأ بقى نرش على الوش كده سكر بودر، وهنضيف السكر البودر على الطبق اللي هيتاكل بس. ما ينفعش ان احنا نرش عليه سكر ونحتفظ بيه. السكر ده من على الوش كده هيعجن ومش هيبقى حلو خالص. خلصنا عمايل الكحك، نبدأ بقى اكل فيه لحد ما العيد ما يجي وما نلاقيش كحك. وبألف هنا وشفا، من حلاوته لازم يخلص قبل العيد ما شاء الله. حلو جدا. وهنا برضو هوريكم الكحك ونعومية الكحك، مش هنتكلم بس لازم اوريكم كده واوريكم الكحكايه قد ايه ناعمه. شايفين ما شاء الله حلوه جدا وفيها نعومه فظيعه. والحشوه بتاعتها بقى مش عايزه اقول لكم، شايفين الجمال. وعين الجمل بقى مديها طعم رهيب. واهم حاجه الكحكايه تبقى ناعمه معانا مش معجنه، نعومه كده بسوى حلو زي ما انتم شايفين. السوى بتاعها حلو جدا، وقلب الكحكايه من جوه مستويه ومفرغه زي ما انتم شايفينها، وفي نفس الوقت ناعمه كده وبتدوب. الحمد لله والشكر لله، الكحك بتاعنا مظبوط جدا ومش هتلاقوا زيه ابدا بشهاده كل اللي حواليا. الحمد لله المقادير كلها مظبوطه، ما بخلتش عليكم في اي حاجه من اسرار الكحك. وانتوا كمان ما تبخلوش عليا باللايك. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.